وتبدأ أحداث الحلقة الأولى بجابر وهو واقف في المطبخ وبيحضر صينية بطاطس باللحمة، بس اللحمة دي شكلها مش طبيعي خالص، فهنتابع مع بعض ونعرف نوع اللحمة دي ايه. وبعد كده غطى الصينية بالفويل ودخلها الفرن عشان تستوي، وهو قاعد منتظرها زي كده تليفونه رن برنة دينية، ودي حاجة غريبة جدا. وهنا كان بيتصل عليه جمال السواق وقال له احنا جايين في الطريق. راح رد عليه جابر وقال له عقبال ما تيجي يكون الاكل جاهز، وقفل معاه بعد كده. ولحد هنا كل حاجه ماشيه طبيعيه ومفيش اي حاجه. وهنا مره واحده جابر بص وراه وقام فتح الفريزر، وهنا الصدمه، كان في الفريزر جثه مقتول. وهنا جابر فضل يبص عليها وراح قفل الفريزر تاني ومشي. وتبدأ الحلقة في يناير 2018. وزينة اتكلمت معاه وقالت له انت كنت بتطبخ صينية بطاطس يا موحي؟ قال لها اروبة يا بنت يا زينة، عرفت منين؟ وهنا ردت عليه وقالت له ما انا خلاص بقيت بفهمك. وبعد كده زينة حطت ايديها على رجليها زي كده وقالت له البتاع دي وجعاني، بس أنا مرتاحة بحبها. وهنا زينة قالت له ازاي محدش شك فيك؟ قال لها ويشكوا فيا ليه؟ ويلا بينا نرجع بالاحداث لورا كده في نوفمبر 2017. وبعد بقى ما الرجاله كلت الاكل اللي هو اتعمل صينيه البطاطس اللي في اول الفيديو زي ما احنا شفنا مع بعض، قاموا يشيلوا الاكل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. والرجاله طبعا بعد ما كلت قاموا على الفريزر عايزين يشيلوه عشان ينزلوه. طبعا زي ما انتم عارفين الفريزر ده فيه جثه مقتوله ومتلجه. وبعد كده قالوا له بتاع ده مسنون كده ليه؟ والرجالة طبعا نزلت الفريزر وحملوه على العربية. وجابر هنا راح بيت قديم مهجور كده وعلم على حتة في الأرض ومسك الفاس وفضل يفحر في الأرض. وبعد ما فحر في الأرض وخلص كل حاجة دخل على الفريزر اللي هم لسه محملينه في العربية بالظبط كده، وراح مطلع الجثة وجرها في الأرض زي ما انتوا شايفين كده، وفضل يجر فيها لحد ما وصل لحد الحفرة اللي لسه فحرها. وجابر على طول مسك الجثة وراح رماها في الحفرة وردم عليها بالرملة تاني وسد الحفرة زي ما عمل. وتاني يوم على طول راح جابر للقسم عشان يعمل محضر ان مراته متغيبة عن البيت اللي هو كان لسه دافنها امبارح. وتليفون جابر رن مرة واحدة كده، واللي كان بيتصل بيه كان بيسأله على مراته بيقوله لقيتها ولا لسه؟ قال له لا ما لقيتهاش بس هقلب عليها الدنيا لحد ما الاقيها. جابر وهو طالع من القسم طلع تليفون مراته وكتب رسالة لابوها انا سبت جابر وشفت حد غيره وهرفع عليه قضية خلع. وكل ده كان جابر بيحكي لزينة على كل حاجة عملها وازاي قتل مراته. قالت له على كده هم صدقوك؟ قال لا طبعا لانها هربانه بفضيحه قدام كل الناس. ودي بقى ام جابر كانت قاعده في امان الله، جم اتنين سالوها على جابر وكانوا مستغربين جامد لانهم متعصبين طبعا ان مراته بقالها شهرين وهو طبعا ولا على باله. وطبعا كان متعصب جامد لانه هو طبعا بيدور لوحده وعايز جابر ان هو يدور معاه على بنته اللي هي مرات جابر. وطبعا ام جابر ما توصتش، دخلت عليه وقالت له بنتك عامله فضايح بقى وبص واللي قلبك يحبه. وفضلوا يهزقوا في بعض شوية حلوين كده. وبعد كده حصلت جريمة قتل وكان باسم السمرة بيتحقق فيها، ودخل الفندق طبعا وعمال بقى يشوف الأدلة وكل حاجة والكاميرات والكلام ده كله. وهنا جابر راح لأمه بعد ما أمه اتصلت بيه وقالت له بقى إن الراجل الحاج سلام اللي هو أبو مراته جه هزقها طبعا وقعدوا يزعقوا مع بعض وكده. وأول ما اتصلت بيه ساب اللي في ايده على طول وجالها على البيت. وجابر تاني يوم على طول راح الشغل ودخل على المكتب لقى الحاج والبنت دي طبعا عمالين بقى يتخانقوا بقى اللي هي عايزة تاخد منه المصنع وحاجات زي كده. وطبعا هو دخل يحل الموضوع زي ما انتوا عارفين، هو كل الناس بتحبه وشخصية محترمة جدا بالنسبة للناس. وهنا باسم السمرة لسه بيحقق في القضية وعاوز يعرف مين اللي قتل البنت اللي كانت في الفندق. وهنا جابر كان قاعد مع الحاج اللي هو صاحب المصنع وقال لجابر بقى في رسائل كده بتجيلي وصور لواحدة كده بتبعتهم لي وعايز وعايز امسحهم خالص وشوف حل محدش يبعت لي النوع ده من الصور. ما تتنورش. بص الرسائل اللي بتجيلي على الواتس دي بالصور كل ما امسحها ما تتمسحش، امسحها ما تتمسحش مش عارف ليه. والظاهر البت نجلة هشام بتقعد تقلب في الموبايل وبعمل نفسي نايم عشان امشيها. بقول لك يا لا بس تعرف تمسحها. أعرف أهلك متقلقش. وهنا الحاج كان بيقول له اوعى تركز في الصور وما تبصش كتير. راح جابر قال له همسحهم لك وانا مغمض. قعدوا بقى يضحكوا قال له ايوه امسحهم وانت مغمض جدع وانت صاحبي والكلام ده كله. ومره واحده الحاج بيقول له معرفش ليه النسوان بتحب عمك الحاج. قعدوا بقى يضحكوا بقى وبعد كده الحاج راح بيقول له الشقه بتاعتك دي حلوه وبرحه كده بتأجرها بكام؟ قال له ب3.5. قال له جميل والله اكيد بتجيب نسوان تعرفوا. قال له أنا موضوع النسوان ده سايبه لك أنت، بس أنا ملاحظ يعني إن الأداء بيتحسن. الاداء اللي بيتحسن ده هو اللي جاي من الكافيه بعيد عنك.
بس تبعت لي صور على الواتس تبعت برضه. ماشي. انا اجيب اللاب واحل لك القصه دي. ايوه افرح ربنا فيك. هات اللاب، هات اللاب اتزرع الله يوضع سنه في قعده تخلق كده حاجه. بهزر يا يوسف بهزر. يلا شد اللاب. وبعد كده قام جاب له اللاب الجميل وجاب له طبق فاكهة كده فيه برتقان وعليه السكينة كده، وهعرفكم في الحلقة التانية موضوع السكينة ده ايه. تابع معايا الفيديو للآخر، متنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واول ما حط اللاب وطبق الفاكهة مسك الموبايل طبعا، وان هو ايه يمسح له كل الصور اللي على الواتس، ومرة واحدة بقى ايه شغل دماغه فتح الواتس من على اللاب زي كده، وراح مسك ايه الصور والحاجات دي راح ايه عامل لها كوبي، قام حاططها عنده ايه على اللاب. وهنا بقى الحاج مسك السكينة والتفاحية وقطع بقى التفاحية، وهنا بقى ده اللغز في القصة. وبعد ما اتكلموا شوية راح مسك الصور على طول وراح مسيفها عنده على اللاب ومسح كل حاجة، وبس كده صحي تاني يوم طبعا راح المصنع والكلام ده كله. وتاني يوم جابر راح لزينة وخلاها تكلم مامتها على التليفون، وكانوا متفقين على كلام انها تقوله، وطبعا هي اتلخبطت في الكلام. راح جابر راح نتش منها التليفون ورماه في الارض عشان ما تكلمش امها تاني، وهي قالت له اصلا انا مش حابه ان انا اتكلم معاهم خالص. وبعد كده راح قام وسابها ومشي، وهي كملت نوم. وهنا باسم السمرة كان لسه بيحقق في اختفاء زينة، وطبعا استدعى ابوها وامها واختها والكلام ده كله عشان يتحقق معاهم ويعرف تفاصيل كل حاجه. وجت مرات جابر عشان يحقق معاها، فضل يحقق معاها شوية وهي اتلبكت شوية، ومرة واحدة قال لها ايه جوزك فين؟ قالت له انت محتاج جوز عشان تاخد اقواله زينا وكده. قال لها اه لازم طبعا، مش هو فرد من افراد العيلة. قالت له هو مسافر شغال في الاستيراد، واول ما يرجع حاضر هبعتهولك على طول. قال لها تمام مع السلامة. وهنا جابر راح لحبيبته وكانوا مبسوطين جدا، وكان جايب لها سلسلة كده اللي هي هدية ليها وكده، وقالت له لبسهاني. وقاموا طبعا عشان يشوفوها مع بعض قدام المراية، وهنا كانت الصدمة. وقتلها جابر وساب السكينة ومشي، وسابها طبعا تموت على الأرض من غير ولا نفس، لحد ما خلاص أول ما ماتت على طول راح شايل السكينة في المطبخ ومشي. وبس كده يكون لخصت لك الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، ولخصت لك كل حاجة في الحلقة. يعني حاولت على قد ما أقدر كده إن أنا مطولش عليكم في الفيديو، وقلت لك على الأحداث المهمة. وتعالى بقى أقول لك على أحداث الجزء التاني. تابع الفيديو اللي بعد ده على طول. ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقة التانية من مسلسل سفاح الجيزة بعد دي على طول. وما تنساش رأيك الجميل تحت في كومنت، ويلا اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.